الأهلي بيفوز بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه في رقم قياسي جديد للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. ولكن في سؤال مهم، ايه الانجاز ان انت طلعت الثالث في بطوله يعتبر ما فيهاش الا فريق واحد قوي اللي هو مانشستر سيتي، ونقولنا ان اتحاد جده نفس مستوى النادي الاهلي، فكده النادي الاهلي ما حققش اي انجاز، وعادي جدا ان انت تطلع الثالث في بطوله شرفيه كل الفرق اللي فيها ضعيفه باستثناء بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه وبطل اسيا، اللي هو بالصدفه السنه دي كان اتحاد جده والفريق الياباني. شفنا مستواه عامل ازاي وشفنا اوكلاند عامله ازاي. فبصراحه شايف ان المركز الثالث ده مش انجاز، ده الطبيعي جدا ان انت تطلع الثاني او الثالث. الأهلي بيفوز بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه في رقم قياسي جديد للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. ولكن في سؤال مهم، ايه الانجاز ان انت طلعت الثالث في بطوله يعتبر ما فيهاش الا فريق واحد قوي اللي هو مانشستر سيتي، ونقولنا ان اتحاد جده نفس مستوى النادي الاهلي، فكده النادي الاهلي ما حققش اي انجاز، وعادي جدا ان انت تطلع